تتاح له الفرصة. ساكا مكان مدويكي وراشفورد مكان جوردن إلى جانب طبعا هاري كين. هذه توليفة أفضل باعتقادك فيما يتعلق مطالبة الجماهير الإنجليزية وحبي جوردن لم يفرض نفسه بأول مباراتين. تفاجأت نوعا ما بمردود جوردن. حقيقة لم يكن موفق في المباراتين الأولى والثانية. أعتقد أنه اختيار ساكا وراشفورد وكين في هذه المباراة قد سيعطي سرعة كبيرة، سيعطي يعني في الميدان تعطي الفرصة لهذا الثلاثي للدخول في المراحل المقبلة. أعتقد على مستوى الإمكانيات، على مستوى السرعة، على مستوى يعني الفرديات، الثلاثي لديهم إمكانيات كبيرة وقادرين أن يغلبوا أي دفاع في العالم. برايس كذلك سيحظى براحة وهذا أمر منتظر. طبعا يعني لاعب مؤثر، لاعب مهم جدا. أعتقد يعني في مباراة كرواتيا أو مباراة غانا حس ببعض الأوجاع. أعتقد أنه لابد المحافظة على لاعب مثل رايس لأنه مهم جدا في يعني خطة وفي مستوى لاعب منتخب الإنجليزي. طبعا نتابع جماهير غانا خارج ملعب فيلادلفيا. غانا كما سبق وذكرنا ستقابل اليوم منتخب كرواتيا برصيد المنتخب الغاني 4 نقاط، برصيد منتخب كرواتيا 3 نقاط، وبالتالي اليوم كرواتيا ستكون مطالبة بتفادي الخسارة من أجل الحفاظ على آمالها بالتأهل إلى الدور المقبل، دور 32 لهذه البطولة. كابتن كريم حكيم نجم الكرة الفلسطينية سابقا حال القناة بإسبوع. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا وصول لكم مشاهدينا على المتابعة. بعد دقائق مقدم الاستوديو التحليلي لهاتين المباراتين المتزامنتين في المجموعة 12. إلى اللقاء. في الجولة الأخيرة من أدوار المجموعات. هذه هي نيويورك، حيث في ملعبها نيو جيرسي ستستضيف أبرز لقاء أدوار المجموعات بين إنجلترا وبنما في جولتها الأخيرة. الملعب من الخارج يستعد لانتقال آخر لقاءات المجموعة 12 من جولتها الأولى والأخيرة، حيث نذكر بأن في هذه المجموعة إنجلترا، غانا، كرواتيا وبنما. جماهير بنما تسعى بتحقيق نتيجة إيجابية لكنها صعبة للغاية في مؤخرة ترتيب المجموعة 12 بصفر من النقاط. عانت من خسارتين على مستوى الجولتين الماضيتين. سيكون هذا اللقاء هو الأصعب في هذه المجموعة، لأن بنما ستواجه منتخب إنجلترا المرشح الذهاب بعيدا في هذه النسخة من كأس العالم.